السلام عليكم. اهلا يا عمر. ها، عملت ايه يا حبيبي؟ زي كل مرة دخلت وعملوا معايا مقابلة وقالوا لي سيب لنا رقم تليفونك وعنوانك في السكرتارية. يعني في الباي باي؟ اكيد. يظهر فعلا اعلانات الجرايد بتاعت السفر دي اعلانات متفصلة لناس بعينها. المهم في غدا؟ طبعا في. على ما تغير هدومك اكون انا حضرت لك الغدا. الله، امال العيال فين؟ عند مامتك، عديتهم عليها النهارده الصبح عشان يقضوا اليوم معاها. طب في حد كلمني وانا بره؟ الدكتور عصام. وعلى فكرة ده عايزك تكلمه ضروري او تعدي عليه. خير يا عصام، كنت عايزني في ايه؟ طبعا خير، هو صاحبك يجي من وراه الا الخير؟ لقيت حل الموضوع سفرك. تعرف حد ممكن يبعت لي عقد؟ اعرف حد ممكن يساعدك على السفر وخلال شهرين بالكتير. انت لسه عاوز تسافر؟ طبعا يا عصام، وده برضه سؤال. انا نفسي كل عيادتي الخاصة وكمان أأمل مستقبل ممدوح ولبنى. يبقى تدبر 5000 جنيه وصورة البطاقة وباقي اوراق سفرك وتقابلني كمان يومين. 5000 جنيه؟ ايوه 5000 جنيه. ما هو قصادهم هتاخد عقد عمل وفيزا. قلت ايه؟ الموضوع ده مضمون، واذا ما كنتش عاوزه في غيرك. فكر بسرعة ورد عليا عشان الوقت ضيق. بتقول كام؟ 5000 جنيه؟ ده مبلغ كبير قوي يا عمر. هيتعوض يا هيام، ده هيجيب لي عقد وتأشيرة دخول للبلد وهيخلص لي كل الإجراءات. ده غير إن المرتب كبير ما كنتش أحلم بيه، وممكن يعوضنا الفلوس دي في أقل من 3 أشهر. طب والراجل ده مضمون؟ عصام قال لي إنه صفر ناس كتير ومالي إيده منه. اوعى احسن يكون من اياهم يا عمر. لما قابله هعرف. أنا مش هحكم على الناس غيابي، وبعدين عصام مش هيخدعني. المهم دلوقتي ندبر المبلغ بأي طريق، ولو حتى 3000 جنيه. دي مشكلة فعلا. طب بقول لك ايه؟ قولي. ما تشوف مامتك. فكرت أعدي عليها بس انكسفت. خلاص اروح لها انا، وبالمرة كمان ابيع الاسورة بتاعتي. لا بلاش خسارة الذهب. وخسارة ليه بس؟ هو انا يعني هبيعه عشان نتفسح بيه؟ ده عشان سفرك يا حبيبي، وان شاء الله لما تسافر وربنا يفتحها عليك تبقى تجيب لي احسن منها. اتفضلي يا هيام، دول اخر فلوس معايا. لما نشوف اخرة الجري ورا السفر ده ايه. معلش يا طنط، كل مليم خدناه من حضرتك هنردهولك تاني، بس هو بس يسافر ويوصل بالسلامة. والله ما انا شايفة اي داعي للسفر والغربة والبهدلة يا بنتي. ده بدل ما يخليه جنب ولاده وسط اهله وبلده، وهو الصغير بيكبر. يا طنط ما هي كل حاجة على ايدك. عمر مموت روحه في الشغل ليل ونهار، واللي جاي رايح زي ما انت شايفة. ده بقاله على الحال ده 7 سنين، لا في قرش متشال ولا حتى عنده حتة عيادة. ما ياخد عيادة بالقسط، هي لازم يعني فوري؟ ما 5000 جنيه اللي هيدفعهم دول يدبر عليهم كمان قدهم، ويدفعهم مقدم لأي عيادة صغيرة يا بنتي، إن شاء الله أوضة وصالة. احنا دلوقتي في موضوع سفر يا طنط، الكلام ده ملوش لازمة بقى ولا له أي أهمية، لا هيقدم ولا هيأخر. ما أنا عارفة إن كلامي ده مش على مزاجك، حاكم موضوع السفر ده سيطر عليك انت وعمر. ها نهايته، هتاخدي العيال معاكي ولا هتسيبيهم عندي؟ لا هاخدهم يا طنط، دول عندهم مدارس بكرة ان شاء الله. وشكرا على الفلوس. شكرا على ايه يا هيام؟ انت ناسية ان عمر ابني؟ ده انا لو معايا اكتر ما كنتش اتأخرت عليه. وارجع واقول يا ريت يسيبوا من حكاية السفر دي ويفضل معانا هنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا اهلا، اتفضلوا اتفضلوا يا بهوات. الو، ايوه، اهلا 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 يا باشمهندس. لا لا كله تمام. عيب يا راجل، اطمن، هم يومين 3 وهكون عندك في رشيد. ايوه في نفس المكان، من عناية الاتنين، في حفظ الله. ها لا مؤاخذة يا بهوات. دكتور عمر غنيم سبق وكلمتك عنه. ايوه فاكر طبعا. اهلا اهلا يا دكتور. اهلا بيك يا استاذ سالم. ها فيزا هو ولا عقد؟ لا عقد. انت نسيته ولا ايه؟ لا لا لا. والدكتور تخصص ايه؟ اسنان، دكتور اسنان. حظك من السما وطلبك موجود، وهو جاهز بالمطلوب. عصام. ايوه انا ما قدرتش ادبر غير 3000 بس. ولا يهمك يا دكتور، في بيتها. حضرتك تجيب لي اوراقك وصورة البطاقة ومعاهم المبلغ الجاهز، وبعد 4 ايام تيجي تاخد العقد جاهز من مجاميعه. وتسلمني باقي المبلغ. انا معايا الاوراق دلوقتي و3000 جنيه. وريني كده. عظيم. فين صورة بطاقتك؟ ها نسيت اصورها. ولا يهمك،
حضرتك سيبها لي بس النهارده وعدي خدها بكره ولا بعده عشان ابدا في الاجراءات على طول. وهو كذلك، واكون كمان دبرت باقي المبلغ المطلوب. يبقى كده متفقين. واي خدمه يا دكتور عصام. الله يخليك يا استاذ سالم. على فكره صاحبك ده بيحبك جدا يا دكتور عمر. ده احنا اخوات مش صحاب، احنا نعرف بعض من ثانوي. ربنا يديم المحبه. نقول لك سلام دلوقتي، واظن يا عمر انت تقدر تيجي لوحدك. اكيد طبعا. السلام عليكم. مع الف سلامه. اتفضل يا عمر. ايه دول؟ 1000 جنيه منين؟ استلفتهم من عزة اختي. بكده بقى يبقى فاضلك كام؟ قدهم. طب ميعادك امتى مع الراجل بتاع العقد؟ بكره. بكره. طب وبعدين؟ طب بقول لك ايه، ما تسأل عصام. يعني عصام لو معاه كان هيتأخر عليا. طب ايه رأيك لو تطلب سلفة من المستوصف؟ هو ده اللي انا فكرت فيه. يبقى خلاص تنفذ على طول، لان مفيش حل تاني غيره. انت ناسي ان ميعادك بكره ولا ايه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو مكتب الاستاذ سالم الابيض مقفول ليه؟ بيقولوا مسافر. مسافر؟ فين؟ خارج البلاد؟ لا بيه، ده في رشيد بيسلم عقود وجاي يومين كده. طمنتني. انا كنت سمعت حاجة زي كده في التليفون. تحب نبلغه حاجة؟ لا انا هعدي عليه تاني. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. ده 10 واحد يسأل على سالم الابيض النهار. يعني ايه الكلام ده يا عمر؟ زي ما بقول لك كده يا عصام، رحت له لحد النهارده 3 مرات، وكل ما اروح ألقى المكتب مقفول، واسأل عليه يقولوا لي مسافر. هيكون مسافر فين يعني؟ مرة رشيد، مرة القاهرة. ما جايز يكون بيسلم عقود. ده داخل في اسبوع دلوقتي، وما تنساش ان انا ماشي من غير بطاقة. صحيح، ده انت بطاقتك معاه. اقول لك فوت يومين كمان وروح له، وانا من ناحيتي هسألك واعرف هو فين بالظبط. ماشي يا عصام. استاذن انا بقى لميعاد المستوصف قرب. بالسلامة يا عمر، ولو لقيته طمني بالتليفون. وبعدين يا عمر، ده احنا داخلين على شهر دلوقتي، ولا حس ولا خبر عن سالم الابيض بتاعك ده. مش عارف يا هيام اتصرف ازاي. بصراحة بقى يا عمر، انا ابتدى الفار يلعب في عبي. بقول لك ايه، ايه رأيك لو نبلغ البوليس؟ بوليس؟ عايزاني ابلغ البوليس؟ اقول لهم ايه؟ اتضحك عليا؟ هاتولي حقي وفلوسي؟ اتضحك عليا؟ اتضحك عليا يعني ايه؟ يعني انت عارف ان سالم ده طلع نصاب؟ انا لحد دلوقتي ما اعرفش حاجة، لكن يظهر انه كده، والا هتبرري بايه سبب هروبه ده لمدة شهر؟ اهو ده اللي انا كنت خايفة منه وحاسة بيه، بس ما كنتش قادرة اصرح ان هو نصاب. انا بقول نستنى عليه كمان شوية، ممكن يكون مسافر بره. كان ساب خبر، لكن ده فص ملح كده وداب. اظن المعنى واضح دلوقتي. بقول لك ان احنا لازم نبلغ البوليس. ما اقدرش يا هيام، ما اقدرش. ما اقدرش ليه بس يا عمر؟ لان القانون لا يحمي المغفلين. طيب اهلا يا عصام. ازيك يا هيام؟ تمام الحمد لله. عمر فين امال؟ اهو موجود جوه. ايه الاخبار يا عمر؟ مفيش جديد، زي ما احنا تقريبا. اختفى من اسكندرية كلها. انت قدرت توصل لحاجة؟ ابدا. يعني اتنصب علينا. لازم نعترف بالحقيقة دي، 2 دكاترة محترمين اتنصب عليهم. وايه الداعي للضحك بس؟ لازم اضحك، امال عايزني اعمل ايه؟ نبلغ البوليس طبعا. انت هتقولي زي هيام؟ طب عايزني اقول له ايه؟ تقول له اللي حصل. افتح الباب يا هيام. حاضر ما انا سامعه اهو. افندم. دي بيت الدكتور عمر غنيم. ايوه. قولوا له جماعة من رشيد عايزين يقابلوك. من رشيد؟ ايوه يا مدام. عمر يا عمر. ايوه يا هيام، في ايه؟ في ناس عايزينك، بيقولوا ان هم من رشيد. رشيد؟ ايوه. ويطلعوا مين دول؟ ايوه، يلزم اي خدمة؟ لا مؤاخذة، احنا عايزين دكتور عمر غنيم. انا دكتور عمر غنيم. انت ازاي؟ انت بتهزر يا استاذ ولا ايه؟ الحكاية احنا جايين في موضوع مهم. مهم ولا مش مهم انا مالي؟ انتوا جايين تخبطوا على بابي ليه؟ انا حتى عمري ما شفتكم. ولا احنا كمان، احنا عايزين اللي اسمه عمر غنيم، اللي نصب علينا وخد فلوسنا وهيري. ايه والعنوان اللي معانا هو ده؟ تقدر تقول لنا هو فين بقى صاحب البيت ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ معقولة؟ هو هيجي امتى؟
هو مين؟ دكتور عمر. معرفش. استنى يا عمر، انا شامم في الموضوع ريحه مش مظبوطه. الحكايه فيها لعبه، ولعبه كبيره كمان. قصدك ايه يا عصام؟ سالم الابيض هو اللي وراه الحكايه دي، واللعبه حصل عن طريق البطاقه. والعمل ايه دلوقتي؟ مفيش قدامنا غير اسم البوليس. كان المفروض حضرتك تحرر محضر بفقدان البطاقة وبوقعة النصب دي من يومها، مش تستنى لحد ما تحصل مصيبة وبعدين تيجي تشتكي. وانا كان يجي في بالي حاجة زي كده، الله يقطع السفر وسنينه. هو انا كنت ناقص؟ المشكلة دلوقتي في سالم الأبيض، النهاردة نصب على الناس دول، وبكرة مش عارفين هيعمل ايه بالظبط بالبطاقة. طب والعمل ايه دلوقتي يا حضرة الضابط؟ دلوقتي هنعمل محضر بالواقعة دي ونحاول العثور على سالم الأبيض، بعد طبعا ما ناخد منكم مواصفاته عشان نوزع بيها نشرة. طب وانا؟ هنفرج عنك بضمان وظيفتك لحين ثبوت العكس. انا قلت 100 مرة بلاش موضوع السفر ده، لكن كلامي ما كانش بيتسمع. عمالين تجروا ورا وهم. واحنا يعني كنا عارفين ان ده كان ممكن يحصل؟ ولسه حد عارف الحرامي النصاب ده ممكن يعمل ايه كمان؟ مش ممكن يقتل له قتيل ولا يعمل له عملة سودة ويلزق في عمر؟ يا طنط مش كده، حرام عليكي، هي اعصابنا ناقصه توتر؟ مش كفايه اللي احنا فيه؟ نفسي الناس تسمع وتتعظ وتبطل بقى وهم السفر ده والجري وراه. مالها البلد؟ ها؟ ما هي مليانة خير للي بيدور. خلاص يا طنط بقى، خلاص فضيها سيرة بقى. لا مش خلاص، ما هو انت السبب. ايوه، لو كنت بتلمي ايدك شوية وتدبري حالك ما كانش عمر فكر انه يسافر. الله، ده حضرتك بقى ابتديتي تجيب اللوم عليا ولا ايه بقى يا طنط؟ مش انت اللي كنت بتزني على ودانه في موضوع السفر ده؟ ما انا كان نفسي عمر يقف على رجليه ويكون له عيادته الخاصة. ما يشتري له عيادة على قده زي اصحابه ما عملوا، ولما يكبر تكبر معاه العيادة. لازم يعني يبتدي كبير. ما خلاص بقى يا طنط بقى، خلاص هي سيرة. القهوة يا عمر. شكرا يا هيام. ما تروق بقى وتنسى الموضوع ده يا عمر. صعبان عليا الاسوره بتاعتك وفلوس ماما والفلوس اللي انت استلفتيها من اختك. ولا يهمك، في داهية كل ده، لما تيجي على قد الفلوس مش مشكلة، والحمد لله انها جت لحد كده. الحمد لله. ايه ده؟ مين اللي بيرن الجرس بالطريقة دي؟ طيب يا اللي على الباب، طيب. ده منزل المدعو عمر غنيم عبد الدايم. ايوه هو. عايزينه في جسم المنتزه. ليه يا حضرة المحضر عمل ايه؟ يا ربك العالي، انا مطلوب مني ضبطه واحضاره، وهناك هو يعرف السبب. يا عمر. ايه يا هيام، في ايه؟ في واحد محضر عايزك بره. يا ترى في ايه المرة دي؟ في بلاغ من سيدة اسمها هالة السيد العبد، بتقول انها طليقتك. نعم، طليقتي؟ ايه الكلام الغريب اللي انا بسمعه ده؟ ودي طلعت لي منين؟ من القاهرة. القاهرة؟ ده انا بقالي سنين ما عتبتش القاهرة دي، ده غير اني ما اعرفش اي واحدة بالاسم ده. حضرتك قلت اسمها ايه؟ اسمها هالة السيد العبد، الشهيرة بهالة العبد. ما اعرفهاش. المدعوة بتقول انك نصبت عليها في مشاريع وهمية وخدت منها مبالغ وصلت ل60,000 جنيه بوصلات امانة، وفي النهاية حضرتك طلقتها. ده كذب. كل اللي بتقول عليه ده ما حصلش يا حضرة الضابط. وانا عندي المستندات اللي تثبت كل كلامها وقدام اهي. ها، قلت ايه يا دكتور عمر؟ قلت الله يقطع السفر واليوم اللي فكرت اسافر فيه. المقصود سالم الابيض مش انا. هتقولي سالم الابيض، انا بريء من التهم دي، والست دي ما اعرفهاش. ممكن تتكلم بصوت هادي وبرضه انا هسمعك. ممكن اتكلم في التليفون؟ ايه، عاوز تتصل بالمحامي بتاعك؟ لا، عايز اكلم عصام صاحبي. وبعدين يا عصام؟ الموضوع بقى في ايد المحامي يا هيام، وهو طمني موقف عمر سليم وهو بريء من التهم دي. كان مستخبي لنا ده فين بس ده كله يا ربي؟ معلش الامور هتتصلح يا هيام، ما تقلقيش. طب وصلتوا لايه مع المحامي؟ طلب استدعاء هالة العبد من القاهرة عشان تواجه عمر، وساعتها هتتضح الحقيقة ويبان موقف عمر. تفتكر عمر فعلا يعرفها؟ يعرف مين؟ الست دي اللي اسمها هالة. جرايه يا هيام، احنا ناقصينك؟ امال ما كنتش عارفه عمر من البيت للشغل ومن الشغل للبيت كنت عملت ايه؟ ما انا مش قادره استوعب اللي بيحصل ده كله، مش قادره. هو اكيد مفيش غيره اللي ورا ده كله. مين؟ الشخص الاخر، سالم الابيض. ابيض ايه بس وزفت ايه؟ ده كان يوم اسود يوم ما عرفناه، اللي مفيش اي اخبار عنه. للاسف مفيش، واغلب الظن
انه هرب خارج البلاد. ده اكيد هرب ولا كان ظهر. بس برضه عمر غلطان ان هو يسيب بطاقته مع واحد نصاب زي ده. وهو كان يعرف منين؟ انا السبب. وانت ذنبك ايه بس يا عصام؟ لكن انت ما قلتليش المواجهة اللي بين عمر والست دي اللي اسمها هالة هتحصل امتى؟ المفروض بكره. اتفضلي يا مدام هالة. متشكرة يا حضرة الضابط. احنا بعتنا نستدعي المتهم حالا دلوقتي. يا ريت الإجراءات تخلص بسرعة عشان أنا حاجزة في ميعاد 2:10. لا اطمني، هنخلص قبل كده بكتير. بقى هي دي هالة؟ ايوه. دي وحشة قوي. احنا في ايه ولا في ايه يا هيام؟ المتهم عمر غنيم يا فندم. إيه ده؟ مين اللي قال إن ده عمر غنيم؟ دقايق كويس يا مدام هالة قبل ما تنطقي بأي كلمة. جرى إيه يا حضرة الضابط؟ هو أنا هغلط في جوزي ولا إيه؟ الحمد لله. صدقتني دلوقتي يا حضرة الضابط؟ صدقت ان سالم الابيض هو اللي ورا الموضوع ده مش انا؟ ممكن تدلي بأوصاف جوزك يا مدام هالة؟ أنا معايا صورة له. طب ممكن أشوفها؟ طبعا ممكن. اتفضل يا حضرة الضابط. ايه ده؟ دي تنطبق عليها أوصاف سالم الأبيض. ممكن اشوفها؟ اتفضل. هو سالم الابيض، هو الشخص اللي نصب عليا، هو سالم الأبيض؟ ده يطلع مين سالم الأبيض ده؟ دي صورة عمر جوزي. لا يا مدام، للأسف دي صورة سالم الأبيض، والبطاقة اللي استخدمها تبقى بطاقة الدكتور عمر غنيم، ودي بقى ليها حكاية تانية خالص نبقى نحكيها بعدين. يعني هو فعلا نصاب؟ أيوه للأسف نصاب غير عادي كمان، وجاري البحث عنه في أكتر من قضية. نصاب؟ معقولة؟ يعني أنا اتجوزت نصاب؟ وفلوسي يا شقة عمري. المهم دلوقتي يا حضرة الضابط، بعد ما اتضحت الحقيقة لحضرتك وعرفت ان عمر جوزي بريء، ايه اللي هيحصل له؟ ولا حاجة، هيفرج عنه بضمان محل إقامته، بس أتمنى تكون دي آخر مصيبة تحصل له من سالم الأبيض. قصدك سالم الأسود. صباح الخير يا عمر. صباح الخير. القهوة حطيها عندك على الترابيزة. ايه ده؟ انت بتدور على ايه عندك في جورنال؟ على اعلانات. اعلانات ايه؟ اعلانات السفر للخارج. ايه؟ عن اذنك يا عمر.